تعد منطقة جدة التاريخية القابعة في قلب المدينة إحدى المواقع الأثرية المسجلة عالمياً نظراً للمنازل والبيوت والآثار التي تعود لعصور ما قبل الإسلام، ومن أبرزها سور جدة وبوابتها التاريخية. في بقعة صغيرة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر مربع وفي قلب مدينة جدة، حيث يمتزج التاريخ بالتراث، يطلق على هذه البقعة المنطقة التاريخية لتراثها المعماري الفريد الذي يحيط بها من كل الاتجاهات. وهذا مسجد يسمى المسجد الجامع العتيق، ويعرف أيضا بمسجد الشافعي، وهو في قلب مدينة جدة التاريخية. وقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين لإنقاذ هذا المسجد وترميمه وإصلاحه، وأيضا على أن يتم ترميمه بالطريقة التي تتواكب مع مواصفات اليونسكو الأمم المتحدة للحفاظ على التراث العالمي. في أحد هذه الأطراف أعمال صيانة كبيرة تقوم بها إدارات للآثار لإعادة تشييد وترميم أحد المساجد التاريخية التي يتجاوز عمرها 8 قرون، حيث تشير الروايات التاريخية إلى أنها شيدت في القرن السابع الهجري. المسجد طال عمرك في مدخل الباب في عدة لوحات، شيء يعود إلى عهد تقريبا المسجد حسب كتاب التاريخ عبد القدوس الأنصاري يعود إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وأيضا فيه لوحة تبين أنه إضافة في المسجد تقريبا عام 600 هجري أو 500، يعني 900 عام، وأتوقع أنه المنارة من ذلك الوقت. وفي عام 900 أكثر من 900 عام كان للمنارة. واللوحة الثالثة الأخيرة عام 940 من هجرة المصطفى، اللي هي آخر إضافة أو ترميم كبير للمسجد. وحصل فيه شيء عجيب جدا، كان المسجد الأعمدة مبنية كلها بالحجر، وفوق في مقرنصات خشبية. قبل 500 عام نزلوا المقرنصات وحطوها تحت في الأرض، وبنوا بالأعمدة الخشبية. فالأعمدة الخشبية داخلة على المبنى، الأعمدة الحجرية هي أقدم، والخشبية أجد، وعمرها تقريبا يتراوح ما بين 500 تزيد أو تنقص 10 سنوات. بنيان فريد إنه مسجد الشافعي أو الجامع العتيق كما يطلق عليه، الذي يقع في أقدم حارات جدة القديمة. بني في العام 648 للهجرة، وتم تجديد بنائه على مراحل. كان آخر عهدها أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة بنائه مع الحفاظ على هويته الأصلية. الجامع العتيق، هذا الجامع الذي يقع بمحافظة جدة، بني قبل أكثر من 1400 عام، ويتم تجديده في مرحلة من مراحل البناء الحديثة. عبد الله الغامدي، الإخبارية، جدة.